النهاردة بقى هنعمل بصدرين فرخة الأكلة المعتبرة دي، سندوتشات جنب بطاطس محمرة، وبصراحة الطعم روعة. بس أهم حاجة اتبع المقادير بالظبط، والطريقة مفيش أسهل منها وأسرع منها. لو عندك صدرين فرخة أو الكمية بقى اللي انت عايزاها، بس أنا عملتها كانوا عندي صدرين كاملين مش متقطعين شرايح. هتجيبي الصدرين وطبعا بتغسليهم كويس جدا، وبعد ما بتغسليهم بتجففيهم بقى بمناديل عندك كده عشان ما يبقاش فيهم مية خالص، لان المية على فكرة هي دي اللي بتجيب كمان زفارة للفراخ. بعد ما بتجففيهم كويس جدا، هتبتدي بقى ان انت تمسكي واحدة واحدة بالمنظر ده، وهتلفيها روستو بقى زي اللحمة الروستو كده. بتجيبي بقى الخيط الدبارة، طبعا انا ما عنديش بصراحة فكان عندي الخيط العادي، ورحت لفاه كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين لغاية لما بتبقى رول بالمنظر ده. هتعملي بقى الكمية اللي انت عايزاها بالطريقة دي. بعد ما خلصنا القطعتين اللي انا عملتهم، هتجيبي بقى طبق تحطي بقى البهارات اللي انت عايزاها. انا البهارات عندي انا هكتبها لكم تحت، بس هي بودرة الجنزبيل وبابريكا مدخنة وفلفل اسمر وكزبرة، وحطيت توم باودر وبصل باودر، وحطيت كمان شوية كزبرة ناشفة، وكمان حطيت قرنفل، حاجة بسيطة من القرنفل. بصراحة القرنفل يعني مؤخرا لقيته فعلا مؤثر جدا في طعم الأكل. وكمان كان عندي بودرة الكاري، حطيت برضو حبة. كويس كده قلبت كله مع بعض. وبعد كده بقى كان عندي كاتشب، كيسين كاتشب حطيتهم، وكمان هنحط معلقة كبيرة من الزيت، ونص ليمونة أو ليمونة كاملة، وكمان معلقة كبيرة من العسل الأبيض. العسل الأبيض والليمون بيدوا مزازة كده وبيبقى جميل جدا، فلازم أساسي في أي تتبيلات. أو لو عندك عصير برتقال برضو حاجة بسيطة كده. أنا بس عملت تتبيلة صغيرة على قد الكمية اللي عندي. وما تنسيش بقى الملح اللي أنا كنت هنساه حطيته في الآخر. حلو قوي كده، هتقلبيه بقى وتدقيه وتلاقوا التيست بتاعه حلو. هتبتدي ان انت تتبلي بقى الايه قطعتين الصدور دي، يعني تغلفيها قوي، يعني تغطيها جدا بالايه بالتتبيله دي. حلوه التتبيله دي برضو لما تسلقي فراخ وتعملي لها كفر بنفس الخلطه دي، وتحطيها في الفرن تحت الشوايه، بتطلع طعمها روعه بدل ما تحمري بقى وزيت والكلام ده. بعد كده بقى بتجيبي طاسة على البوتاجاز وتحطي معلقة كبيرة من الزبدة، وهنبتدي ان احنا نحمر فيها. يعني هتاخد بس صدمة من الوجهين عشان تحمر معايا. وكمان خلي بالكوا كمان الصوص ده لما بينزل في الزبدة بيبقى حلو قوي، هو ده اللي بيدي الطعم بصراحة. انا حمرتها بص بالمنظر، بص جميله ازاي ومحمره وروعه. بس طبعا هي كده ما استوتش من جوه، فبدل ما تحطيها في الفرن وتستسهلي وعايزه تخلصي، حطي لها بس كده ربع فنجان من الميه، وغطي عليها بقى وغطي لغايه لما تخش في السوا. كده هي استوت، وانا سبتها لما بردت خالص. وبعد كده بقى تبتدي ان انت تفكي الخيوط. خلي بالك بس عشان الخيط رفيع ممكن ما يكونش باين، لانه طلع عيني بصراحه في عشان ما عنديش الدباره اللي هي بتاعه اللحوم دي. فابتديت ان انا كل شويه مش باين بقى من التحمير بتاع الفراخ، بقيت اطلعها بشويش. بس مش عايزه اقول لكم الريحه كانت جميله وحلوه قوي. طبعا انا لما لمستها بالسكينه لقيتها استوت، سبتها بقى لما بردت. لازم تقطعيها وهي بارده، اوعي تقطعيها وهي سخنه هتتهري معاكي. وبتقطعيها بقى بالسمك اللي انت عايزاه، زي ما انت شايفه كده، عايزاها تخينه عايزاها رفيعه. انا بصراحه قطعتها تخينه عشان اوريكم شكلها، لكن لو انت عايزه تقطعيها ارفع من كده ممكن براحتك. طبعا بتكوني بقى محضره الخس بتاعك والمايونيز، وتعملي بقى سندوتشات للولاد وتحمري لهم بطاطس. بصراحه اكله جميله ومعتبره وحلوه وطعمها جميل. بص المنظر عامل ازاي. وبص بقى ده الصوص اللي نزل من الفراخ بعد تحميرها مع الزبدة، وطعمها رهيب رهيب. انا بعد ما حطيت على الوش الولاد بقى حبوه جدا، بقى يحطوه في الساندوتش كده ويحطوا عليه الفراخ ويغمسوه بالبطاطس كمان، فعجبتهم قوي. اسهل طريقة تحب الولاد ياكلوها، وانتوا عارفين الولاد مش محبين اصلا الخضار، فدي اسهل حاجة ان انت ممكن تعملها لهم، سهلة وبسيطة. انت كمان لازم تجربيها.
باي باي.